هاي، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ تخيل ان في مجتمع من المجتمعات ظهرت زي رول كده بتقول ان الدكاتره ممنوع عليهم ان هم يستخدموا اغلب اجهزه الاشعه وتحاليل الدم وجهاز رسم القلب، بس زقطت يا عم، معاك البلط الابيض اهو والترمومتر وجهاز الضغط. هنا الدكاتره هيبقى عندهم اوبشن من ثلاثه. الناس اللي بتحترم نفسها اما انها هتسافر بلد تانية او هتعمل كارير شيفت، او بما انهم اصحاب رساله يعني هيقولك يعني تحت اي ظرف من الظروف المجتمع محتاج للطب برضه حتى لو هو مش واخد باله من كده، فهينزل يعني يعمل اللي يقدر عليه ويضبش، وممكن تصيب معاه مره وتخيب معاه مره. وفي اللي هينزل بقى مش مهتم، اللي يموت يموت. ده بالظبط اللي حصل في مجال الاعلام. اول حاجه لو سمحتوا لو عجبتكم الحلقه اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. في مستهل هذه الحلقه لازم نبارك للاستاذتين ياسمين عز ومنى العمده، ان هم رغم كل اللي طالهم من تعليقات سلبيه وكلام بطال الا انهم اخيرا اتشهروا واساميهم اتعرفت بعد ما كانوا نكرات. وانا مش بقول الكلام ده علشان اهاجمهم على الاطلاق، والله الحق على السيستم والجمهور اللي شجع على الوضع ده. اغلبنا كان يعرف الاستاذه ياسمين عز بالاسم بس، والمره الوحيده اللي اتكتب عليها اي حاجه كان في صحفي كاتب بوست على الفيسبوك ان يا اخي في مذيعه انا شفتها من شويه على الام بي سي مصر، كل ما بشوفها بقول يرزق الدود في قلب العمود. انا مش فاهم دي وصلت للام بي سي ازاي. لحد مأساة عروس الاسماعيليه، واعتقد ان ده كان اخر راي حقيقي تقوله. يعني ممكن يكون ده رايها فعلا، ممكن تكون حبت تعمل فيها فلوطه وتقول حاجه مختلفه، بس اعتقادي ان ده كان رايها ومن دماغها. لما لقت بقى ان الكلام ده له صدى عند مجموعه من المرضى بيشوفوا ان استقرار الاسر يقوم على عذاب وسحل النساء في الشوارع، زي ما بيشوفوا بالظبط ان استقرار الاوطان بيقوم على سحل المواطن وتحمله لما لا يحتمل، ولو حاول ان هو يغير ده في البلد هتطبق فوق دماغه، ما اصل وضع الست جزء من وضع البلد العام. بس بقى عملت لنفسها براند ان هي مناصره استقرار الاسره والصدر الحنين للرجال. وانا ما بلومهاش قوي الحقيقه، هي البنت مش مذيعه، ما عندهاش موهبه الحوار ولا الثقافه ولا اللغه ولا اي حاجه خالص، زيها زي كتير منهم مثلا الاخت بتاعه القاهره والناس، ومفيش قواعد واضحه للترقي قوي يعني، فهبطت فوق دماغها سكه تعرف تشتهر عن طريقها. زي بالظبط المدرب اللي معاه فرقه تعبانه فبيوقف ال11 لعيب في نص ملعبه، ما هيعمل ايه؟ شويه يا اخويا والاقي لك ان جروبات الستات متضايقه من الكلام اللي بتقوله البنيه وعماله تتناقش فيه، ما انت لو كنت مش عارف ايه كنت عملت ايه. في ايه يا جماعه؟ شويه والاقي ان الرجاله مقتنعه فعلا ان البنت بتحملهم وان خلاص بقى ليهم ظهر. شويه والاقي المجلس القومي للمراه تدخل. شيء مفزع ان بلد بحالها تاخد المسخره دي بجد. ازاي مش باين للناس كلها ان البنت بتاكل عيش يا جماعه؟ وهي يا حبيبتي علشان مش ذكيه يعني مش فاهمه ان حتى ركوب الترند ليه اصول. يعني يا ماما انت اشتهرتي بسبب موضوع، والموضوع ده قماشته ضيقه، يعني انقلي على ترندات تانية بقى. شوية اقتراحات، مثلا ان استضيفي واحد باعتباره مدير حملة ان لازم نخلي الحشيش ليجل مثلا، فانتي تبقي على الجانب الاخر ان مصر عايز تدمر مصر وبتاع وترضيه من الاستوديو. يعني مثلا اعملي جلسة تحضير ارواح، حضري مثلا روح عمر الشريف وخليه يحاول ان هو يرد فاتن حمامه وموقف فاتن حمامه. ومش بعيد مثلا تضرب معاكي واحد يعني ياخد الفضول ويبعت سؤال لدار الافتاء، ما هو حكم رد الزوجه في العالم الاخر ودار الافتاء تجيب وبتاع. لا معانا قماشه، لا القماشه واسعه وتلب معاكي زي ما انت عايزه. يعني انا كنت في فتره بتدرب معده في قناه، وطبعا كل افكاري ما كانتش بتعجبهم يعني، فحد من اصحابي اقترح على سبيل الهزار طبعا ان انا استضيفه ويطلع بظهره باعتبار ان هو ايه، عمل طائفه جديده ان هم ناس بتعبد البرتقال. المصيبه اني لما فكرت فيها في ظل الظروف لقيت انها تنفع، ما تقولش لا. انا كنت متخيله ان انا شفت العجائب كلها لحد ما باي ذا واي الاستاذه منى العمده يعني بتشتغل بقالها فتره، وانا شفت لها كذا حاجه كده وكانت بتتكلم عادي خالص، بس البنت حست انها بقالها فتره يعني ومحدش دريان بيها، فلجأت للعبه اللي ما بتجليش ابدا. انا اعمل حاجه حقيره الناس تشتمني هوب اتشهر. فراحت عامله ميكس لطيف كده ما بين شفت الدبوس يا مرسي، وطبقت على ناشونال جيوغرافيك فقره فحيح الثعبان. الظريف ان حد في اصحابي قال لي طب ما الاستاذه كانت تطلع بالبيكيني وتخلص بقى. قلت له طيب ايه رايك بقى ان في مذيعه تانية وفي قناه النهار برضو طلعت وكانها في البانيو؟ ايا كانت شطحتك بخيالك ثق ان مصر عملتها قبل كده. فالحقيقه الرحله المهنيه الثريه للاستاذتين ستدفعنا للنقاش في موضوع عرفنا كلنا، وهو فكره الترند اللي احنا فيه ده قله قيمه. يعني شعب المفترض ان هو عريق، يعني كل اسبوع بيسيب مشاكله الحقيقيه اللي المفروض ان هو يناقشها امبارح مش النهارده
النهارده ويمسك في هيفا اهيف من اختها اللي قبلها. فكيف بدأ الترند؟ قبل الثوره بكام سنه ولحد بعد الثوره بكام سنه كانت التوك شوز دي حاجه مهمه وفعاله في حياه المصريين، وكان بيتعمل لها الف حساب لحد ما الاسباب يطول شرحها واغلبنا عاشها وعارفها. شريحه عريضه من الناس شافت ان يعني كتر الكلام والنقاش والضيوف ورأي من هنا ورأي هناك هو ده اللي ودى البلد في داهيه، وان اي نقد حتى لو لحاجه مش جوهريه يعني للسيد رئيس هيئه الصرف الصحي في شلشلمون، ده من شأنه ان هو يضعف روحه المعنويه وينال من هيبه الصرف الصحي ويزروط لنا البلد كلها. وبالتالي انسب حل ان الساده الاعلاميين ينقطونا بسكتهم. فلا بد وان نسجل هنا ان دي كانت رغبه شعبيه، مش ان الحكومه المفتريه القمعيه هي اللي فرضت ده على الناس. فابتدينا نوصل للقطه الدكتور اللي ما حلتوش غير البلطو الابيض والترمومتر، يعني الناس هتشتغل ازاي واغلب المواضيع ما ينفعش يتكلموا فيها. فكانت احدى النتائج ان كل البرامج شبه بعض وبتقول نفس الكلام وبتتكلم في نفس المواضيع. ضيف على كده ان كل القنوات المشهوره سواء في العالم العربي زي الMBC او في اوروبا وامريكا علشان تشد المشاهد بتعمل حاجتين اتنين ما لهمش تالت، اما انها تجيب فكره جامده جدا وتعمل بيج برودكشن وتعتمد على الابهار، او يجيب فكره برنامج عاديه خالص اتعملت 100 مره قبل كده، صباحي مسائي حواري نسائي برنامج طبيخ. وهنا الاهتمام بيبقى مضاعف بالعنصر البشري اللي هو المذيع، لان هو ده اللي الناس هتتفرج بناء على جماهيريته، وهو ده اللي هيشد الناس ليك بعيدا عن المنافسين التانيين. خليني اضرب لكم مثل مهم جدا بست الشغلانه اوبرا وينفري. الCBS هي اللي جريت ورا اوبرا وينفري علشان تتعاقد معاها وهي لسه في الجامعه قبل ما تتعرف اساسا. ليه؟ لان هم شافوا عندها بوتنشال مذيعه كويسه. الجو بتاع يا معافر اجمد كمل للاخر واقع للمره الالف وخد سبراليكس وقوم كمل وبتاع، ده مش موجود، مش حقيقي. انت تعافر علشان تثبت ان انت كويس مش لحد ما تموت. المهم يعني الCBS وغيرها بتعمل كده ليه؟ لان هم طبعا بيخدموا مصالح مالكيهم زي اي قناه او مشروع في الدنيا، ولكن في الاول وفي الاخر هم مشروع ودي ناس عايزه تكسب، فانا بجري ورا الشاطرين بالمشوار زي الجماعه الكشافين بتوع الكوره. انما هنا لو رجعنا للحلقه بتاعت نجيب ساويرس والسيرفيس، اغلب القنوات اتعملت علشان رجال الاعمال يدافعوا من خلالها عن مصالحهم اللي حسوا ان هي مهدده من بعد الثوره، ما كانوش مهتمين قوي بقصه المكسب، فلا عايزين يصرفوا ولا هم مهتمين بقصه العنصر البشري دي خالص. انا هجيب فلان علشان صاحب ترتان وهجيب فلان علشان متجوزها في السر وهكذا. طيب يا بني ادم، ما انت علشان تعبر عن مصالحك لازم الحاجه دي تتشاف اصلا. لا ده مش بس كده، ده لو في حد عنده هيستوري وكفاءة والناس بتحبه انا بوقفه زي ما حصل مع محمود سعد. قال ايه علشان البرنامج ما بيغطيش مصاريفه. انا عايز اعرف ده بيجيب اعلانات اكتر من محمود سعد؟ لا كلموني هنا راجل لراجل، ده بيجيب اعلانات اكتر من محمود سعد. طب سلام يا روحي علشان في حاجه غريبه دخلت. انا مش محمود على فكره لمحمود سعد، ده ربنا نجد هنوسه، بس زي ما تكون في قوه خفيه ان اي حد بيقدم للشعب ده اي حاجه نظيفه انا لازم اخلص منه. فانت بتفتح التلفزيون ولا في افكار بتعبر عنك بتشوفها، ولا في مذيع يشدك، ولا في اي صرف على اي فكره عدله، فالنتيجه المنطقيه ان الناس ما بتتفرجش على التلفزيون. فالحيله البائسه الوحيده علشان اشد انتباه الناس ليا ايه؟ افتعال الفضايح. ودعونا نعترف ان ما كانش في اي حد فينا يعرف اسم منى العمده قبل الطلعه دي، فهي لعبتها صح وطلعت منتصره. المصيبة الكبيرة في دلالات الحكاية دي لأن الطفيليات دي بتظهر في المجتمعات المأزومة. وخليني أضرب لكم مثلا، كانت أحد الأفلام اللي أنتجت بعد نكسة 67 فيلم سفاح النساء لفؤاد المهندس، واللي بيحكي عن محسن عبد البر، صحفي مثقف ولكنه محبط لأن هو على الرغم من أنه قرأ 2000 كتاب لاحظ أن الناس إقبالها على الثقافة محدود جدا، وأنهم مهتمين بالهلس بل وأخبار المجرمين، وأن مذكرات المجرم بيدفع فيها آلاف الجنيهات وهو محدش معبره، فما بيلاقيش قصاده حل غير أن هو يدعي ان هو سفاح النساء علشان يشتهر. ايوه لجأ لفكرة الترند، وده لايق جدا على مجتمع مني بهزيمة عسكرية ثقيلة أفقدته الثقة في نفسه. فلا شك إن اللي احنا فيه ده أحد دلائل كتير إن المجتمع المصري في حالة هزيمة أخلاقية واجتماعية واقتصادية. وفي الظروف دي أي حد بيحاول يحترم نفسه بيبتدي يتلخبط ويشك في نفسه. مثلا أنا عارفة إن اللي بيتفرج على حلقاتي دي يعني بيطلع مستفيد أكتر من اللي بيتفرج على ياسمين عز ومنى العمدة. مش شكرانية في نفسي، بس هو أي كائن حي ماشي في الشارع يعني مفيد أكتر من ياسمين عز ومنى العمدة. بس لو انا وياسمين عز في مكان عام الناس هتعرف مين، ايه هي معايير النجاح والفشل. فعلى رأي نور الشريف في فيلم المصير، اكتب ليه والمين طالما اللي بكتبه ما بيوصلش لحد. وعلى رأي جميل راتب في فيلم خلف اسوار الجامعة اللي ما بيتذاعش ابدا، عبد الحليم حافظ لو غنى ومحدش قال له الله تتسد نفسه، انا اتسدت نفسي. كمان بلد بحجم مصر ما عندهاش ولا قناة محترمة تليق بيها كدولة كبيرة وقائدة ورائدة وكل الحاجات العظيمة دي. احنا ما عندناش ولا قناة زي الMBC ولا حتى قناة رياضية
دينيه زي بي ان سبورت ولا قناه دينيه حتى زي اقرا. ايفوا البلد لحد ما بقت على مقاسهم. قناه العربيه لما حبت تنقل خبر منى العمده ده ما قالتش اسمها، قالت مذيعه مصريه، ما استعنوش. حتى على سبيل الذكاء، يعني على سبيل اللعبه الحلوه، يعني فرضنا جدلا ان تامر امين ومحمد الباز دول مواهب اعلاميه فذه والناس هتتفرج عليهم وتسمع منهم. القناه دي يا حبيبي يعني براند على بعضه، يعني ليها سمعه واحده. انا اتفرج عليك ازاي بالليل وانت قلبت بطني بتصرفاتك الصبح؟ شكرا يا جماعه، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنيه ارائكم في الكومنتس. شكرا، باي باي.